والله انت غالية علينا قوي، غالية علينا يا حبيبتي. يا توتة تعالي صوريني معاك ازازة الزيت يا توتة. نعم يا بابا. بص يا توتة، انا هعمل كده وانت صوريني معاك ازازة الزيت. يعني ايه اصورك مع ازازة الزيت؟ هنزلها على الانستا. يا ماما صوريني يا بنت، انت مالك ومال امك يا بنت؟ صوريني يا بنت. توتة مالك؟ تعالي بابا ماسك ازازة الزيت وبيقول لي صوريني. فين ازازة الزيت؟ ايه ده؟ ازازة الزيت انا قلب عليها المطبخ جوه. ليه قلب عليها المطبخ ليه؟ عايزاها في ازازة الزيت. بتعمل بيها ايه ازازة الزيت؟ هصور بيها، هصور بيها، هتصور بيها؟ صوروني بيها. ايوه. ايه اللي حصل لك يا احمد؟ هات ازازة الزيت دي. انت هتعمل بيها ايه؟ بتعمل بيها ايه؟ هعمل بيها ايه؟ هعمل بيها الاكل، هعمل بيها لا ايه؟ يا ماما انسى المشوار ده خالص. يا سلام. لا طبعا، هم دول خلاص، دول هعمل لهم حرز. خلاص ما حدش يعمل بيهم حاجه دول. مش عارف انا نزلت يا بنت عشان اجيب ازازه زيت يا بنت، كانوا يمسكوني جوه السوبر ماركت. ليه بقى ان شاء الله؟ الواحد بياخد ازازه واحده بس، انا واخد ازازتين، راح الراجل مسكني قال لي خد. راح فين؟ ايه ده؟ ليه ناخد واحدة بس؟ عايزين ده كان هيجيب لي الحكومه يقول له خد يا باشا. نروح سوبر ماركت تاني. لا خلاص انا مش هجيب زيت تاني، هم دول هيقعدوا معاك لغايه اخر السنه. وانا استخدم آلية ازاي بقى؟ ايه جاليه يعني؟ عايزة اقلي بطاطس للولاد. ما الراجل ما بيعدي كل يوم، ما بتسمعوش؟ راجل مين؟ والله بطاطس؟ العظيم يا اخي، الراجل بتاع الزيت اللي بيعدي، اللي هو بتاع اللي مش عارف ايه، المجلي زيت والمجلي سمك والزيت اللي مش عارف ايه بيشتريه الراجل. ده زيت محروق بيرموه. مين هم؟ اكيد ده زيت محروق. يا باشا اللي يرميه هاخده انا. هتاكلنا زيت محروق يا احمد؟ هنصفيه، هنصفيه الزيت يا بنت، نجيبه ونصفيه ونعمل بيه. ايه المشكله يعني؟ ناقصين امراض هتموتنا ليه؟ انام بيها، احطها على جنب كده اهو، اغطيها وانام بيها الجزازه. خلاص يا احمد بلاش زيت وهات لنا سمن. سمن منين اللي اجيبه؟ هات لنا سمن حتى ما بالكيلو. انا جلبت يا بنت كيلو ايه ده؟ انا جلبت الدنيا في السوبر ماركت، مش لاقي انا خالص سمن. راح فين السمن بقى؟ ما اعرفش انا ودوه فين السمن، ولا سمن ولا في زيت ولا في حاجه خالص. طب اعمل ايه دلوقتي؟ لا سمن ولا زيت، اعمل اكل ازاي بقى؟ ما تعمليه مشوي، وانت لازم تعمل بسمن وبزيت. مشوي؟ عاملين أيوة. دايت. لا يا ماما خلي بالك ده اكل صحي. او الولاد ياكلوا اكل بسمع بس صحي ده. الكلام الصح يا ماما، تشوي الحاجه وتسلقيها وخلاص، مش لازم. وبعدين حكايه البطاطس المقليه اللي انت بتعملها للعيال دي، فعصيها وناكلها مفعوصه، مش لازم يعني الكلام السمن جل والزيت جل ونجلي. ايه هو ده؟ ايه الكلام الفاضي بتاعكوا دوت؟ ايه اللي انت بتقوله انت ده؟ ولو انا عايزه اعمل اكل دلوقتي اعمل ازاي بقى؟ يا باشا عايزه تعمل اكل، هديكي في الغطا. غطا؟ اديكي غطا تعملي بيه الاكل، انا هوزن لك انا هنا. ايوه. تاخدي تحطي في الاكل وانا اخد الغطا تاني منك واشيله. ده وشربه هو. يا باشا دي كده كده خلاص، انسى، انا هقفل عليها. دلوقتي هيخش البيوت يشوفوا اللي عنده زيت مش هيدوله زيت خالص. فاحنا بص دي ما تقوليش لحد ان احنا عندنا زيت خالص، اديني بقول لك بعد كده يخش يفتشوا البيت يلاقوا زيت مش هيدونا. اديني بقول لك هيلاقوني داخل في سوبر ماركت يقول لك انت عندك زيت في البيت، هات زيت.